السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معاذ من قناة مازك سي 3. الفلوج هذا باختصار حيكون رحلة البحث عن حلاوة الجبن، لأنه ما أعرف هيك فقت اليوم وقلت الحي مشتي آكل حلاوة الجبن. مو بس حاكل حلاوة الجبن، حروح على الجامعة لأنه لازم ندرس، وأتوقع بنهاية اليوم حنروح على الجيم، نختم اليوم بروحة على الجيم. فحنصور لكم الروتين كله. هلا أنا موجود بالمكتب أو المبنى. هذا هو المبنى اللي شو اسمه اللي وظفني بهي الشركة، المعمل. هذا المكتب اللي وظفني بالمعمل. المهم بدي اخذ هلا قهوة. هيدو يلا ليتس جو. السلام عليكم، رجعت لكم حاليا. مشيت مشوة منيحة يعني، والله صراحة كان شو. ليكو هذا هو المحل، اسمه حلويات قمر الشام. هذا هو المحل مثل ما عم تشوفوا، ما شاء الله يعني أصناف متنوعة. في هي والله صح ما بعرف شو اسمها، أنا سيء بالأسماء. في هي ليك ما شاء الله، أتوقع اسمها بسبوسة. حتى هون مثل ما تشوفوا في كراتين بيغلفوا ليك القطع. هاي الكراتين يعني عشان واحد حاب ياخد يعني تشكيلة حلويات. شو اسمها هريسة، خلينا ندوقها. بسم الله. والله كثير طيبة ما شاء الله، والله بتجنن. على قلبك. هي ليك حلاوة الجبن مثل ما تشوفوا حطها هون ما شاء الله. شو اسمك حضرتك؟ أبو كنان صادق ميرضاش. والنعم والله. هون عمي ابو كنان كمان من حمص ما شاء الله. حلاوة الجبن حمصية اكيد صح؟ تركناها للحق. ايه بالضبط. حضروا قبلنا. ايه حبيبي تفضل. بسم الله حدوق هلا. ما شاء الله يسلموا كتير. دللني. ايه بالضبط، ايه زبطني. فهمت عليك؟ ايه زبطني نغنغني مدري شو. والله بتجنن كتير. هذا هو كرت المحل، اذا في حدا حب يعني يوصي من عندهم. ليكم ما شاء الله. هي حتى صاحب المحل اشترك بالقناة، فاشتركوا انتم كمان بالقناة. شو عزلكم ما تشتركوا بالقناة؟ واخي ابو كنان صاحب المحل الله يجزيه الخير، والله هيك يجعل محلهم هيك كله خير، والله هيك يرزقهم يا رب. ما رضي اني شيء اسمه حاسبه، الله يجزيه الخير. وهيك يرزقه ويجعلها بميزان حسناته. هلا انا ركبت الباص ومتجه الى الجامعة. هلا انا شو اسمه قاعد بالمكتبة مثل ما عم تشوفوا وراي، وخليني اصور لكم شو اسمه. هذا هو صحن الحلو. في حدا اخذ قطعة من هي حلاوة الجبنة، دوقته اياها وقال لي كتير طيبة، بس ما حب يطلع بالكاميرا. وهيك شكل الكيس مرتب، وهي غراضي. حاليا انا قاعد بالمكتبة، وهلا بدي اقعد شو اسمه كمل الشغلات الدراسية اللي علي. في عندي هيك وظيفة كبيرة لازم اكتبها. مثل ما عم تشوفوا انا حاليا بغرفة التبديل تبع الجيم، ان شاء الله ما يفوت شي حدا ويقاطعني. فهلا بدي اعمل شو اسمه تمرينة رجل. هلا وصلت للتمرين الثالث اللي هو ليج بريس، بس على القاعد يعني. ويلا بسم الله. حاولوا انزلوا نزلة كاملة يعني. أول ست خلصت، هلا لسه عندي كمان 2 ستات. التمرين اللي بعده جدا بسيط، هلا افرجيكم اياه. مثل ما انكم شايفين وهيك تنزلوا اكتر شيء يعني، تطلعوا انزلوا قد ما فيكم، طلعوا قد ما فيكم وببطء يعني. واخيرا خلصت التمرين ولله الحمد.
صراحة كان يوم طويل الحمد لله، بس يوم حلو يعني. أتوقع كتير غطيت شغلات، فيلا نشوفكم من البيت بإذن الله. وأخيرا بعد يوم طويل الحمد لله رجعت على البيت. بس بدي أورجيكم قبل ما أنهي هذا المقطع شو رح آكل. معي هدول شريحتين خبز بسموهم سويدي كنك كباب، ورجيتكم إياهم من قبل يمكن بشي فيديو. في جاري الله يحفظه عمي أبجنة، إذا شاف هذا الفيديو فتحية له. هو الخبز اسمه كنك كباب بالسويدي، بس هو بيسميه خشب بيسميه لواح خشب، فهو عن جد بيشبه الخشب يعني. فهمتوا كيف؟ هو بالسويدي اسمه كنك كباب يعني. كنك براد معناتها كنك معناتها شيء بطق. يعني شوفوا هلا لازم اكل بطق. شفتوا كيف؟ هو اسمه الخبز اللي بطق. براد يعني خبز، براد يعني خبز، تمام؟ فكنك براد جمعتوا الاثنين مع بعض بصير لنا خبز الطقاق، عشان هيك شكله بيشبه الخشب يعني. ايه ومعي شو اسمه حبتين من البيض، ومعي كمان كاسة حليب. فبس هيك والله معي خبز ومعي شريحة توست كمان. فكل شي كان بقيان عندي أخدته وهيك سويت منه أكلة. مفروض ما أكل كتير كاربس لأنه يعني كربوهيدرات، لأنه الصراحة اليوم أكلت حلويات من هدول، لازم أكتر شي هيك أخذ بروتين. فالكاربس والفاتس اللي هي الدهون فللوا عندي، فلازم أكمل بروتين. إيه الحمد لله حاكل هدول بعدين روح نام وبس. هذا كان كل شي لهذا المقطع، بتمنى يكون عجبكم. لا تنسوا تقترحوا علي مقاطع جديدة، وشكرا على تعليقاتكم. لا تنسوا تذكروا رب العالمين وتدعوا لأخواننا بفلسطين وبالسودان، وادعوا لكل المسلمين أجمعين يعني. وبس هي نهاية هذا المقطع، إن شاء الله يكون عجبكم. كان معكم معاذ من قناة مازك سي 3. في أمان الله تعالى. السلام عليكم.